كواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد ضد فريق ديبورتيفو ألافيس. الشوط الاول انتهى كما تابعنا بتقدم ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء، الهدف الذي حمل توقيع كريم بنزيما بعد عمل كبير جدا من المدافع الايمن في تشكيلة الميرينجي وهو كارفاخال، بعد مباراة كبيرة على مستوى الهجوم، على مستوى السيطرة، على مستوى التحكم الكرة بالنسبة لريال مدريد، ومباراة دفاعية أيضا في الكثير من الأداء الجيد، من التنظيم العالي، من الثبات فيما يتعلق بألافيس. الشوط الأول ابتسم لريال مدريد مع لقطة واحدة هي لقطة الهدف، وبعد ذلك طبعا في شوط المباراة الثاني واستغلال حالة النقص الموجودة، طبعا حالة نقص بعض الاسماء. هذه كرة خطيرة باتجاه ديفرسون، لمسة لكاماراسا على الجهة اليمنى، دانيلو في التغطية، دانيلو امام كاماراسا لتوكيرو، يلعب كرة نحو القائم الثاني ولكن كاسيا يبعد الكرة، لا زالت خطيرة قوية بالراس وعدت بعد ذلك الى ضربة مرمى خطيرة خطيرة يا ديفرسون، خطيرة، كان قريبا من التسجيل في ملعب برنابيو. ديفرسون شوفها مرة أخرى، شوفها مرة أخرى، أخطر محاولات ألافيس في الشوط الثاني عدت بسلام بالنسبة للحارس كاسيا. ديفرسون سيلفا اللي في آخر 3 لقاءات سجل هدفين في مرمى ريال مدريد، في آخر 3 مواجهات. على مستوى الهجوم مجموعة من التمريرات، مودريتش يحافظ على كرته، تغيير اتجاه جميل من جانب لوكا، لمسة أجمل إلى كريم بنزيما، تحرك من رونالدو، بينية خطيرة لكريستيانو، حالة انفراد، رونالدو مر يلعبها ولكن فيها تسلل. أنا ورونالدو آخر من يعلم، أنا وكريستيانو كنا آخر من يعلم. شوفها مرة أخرى، هل كان فيها تسلل على رونالدو؟ نعم، إشارة الحكم المساعد كانت متأخر. يبحثون عن هدف التعادل. الشوط الثاني ألافيس يغير طريقة لعبه، يغير من أدائه ويحاول أن يتعادل. كرة عرضية ديفرسون من راس عدت خطيرة، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى خطيرة جدا من ديفرسون، خطيرة جدا من ديفرسون. الشوط الثاني ألافيس يجعل برنابيو في قلق بصراحة بعد هذا الأداء الجيد من جانب ديبورتيفو ألافيس في الشوط الثاني. شوفها، هذه رأسية ديفرسون، وصل متأخرا كريستيانو، مرور جميل من توكيرو يلعبها لكاماراسا، وبعد ذلك تصل لمانو في الجبهة اليمنى وإدغار مينديز، عرضية بعيدة عن الكل، تصل في أقصى الجهة اليسرى، تيو هرنانديز من جانب ألافيس، ضغط أزرق الآن على مرمى ريال مدريد. ألافيس محاولة أخرى عرضية للقائم الثاني خطيرة، مرت يا لها من كرة يا إدغار مينديز، خطيرين كانوا جدا قريبين في هذه اللقطة اللي كانت في المتناول لألافيس. التعادل كان على أعتاب مرمى ريال مدريد ولكنها في الأخير ضاعت من جانب فريق ديبورتيفو. يسحب لوكا مودريتش ويسحب ويدفع بكوفازيتش في وسط الملعب، تنشيط خط الوسط أكثر. هذه كرة لمصلحة إدغار مينديز، عدى من الأول مينديز لديفرسون من راس ولكنها عدت، وفي الأخير إلى ركنية على ما يبدو خطيرة من جانب سيلفا. ديفرسون شوفها مرة أخرى وسيصنع السحر. اليوم مودريتش لم يكن كذلك، المرهق لوكا لم يقدم كل ما لديه. كوفازيتش اللاعب البديل يدخل مثل مودريتش تماما، نفس الأمر لكن على المستطيل الأخضر أظهرت صعوبة أخرى. ديفرسون خطيرة على حدود منطقة الجزاء، تمريرة خطيرة ولكنها بعد ذلك لكاسيا، خطيرة جدا اللقطة الأخيرة كرة من جانب أوسكار روميرو طويلة داخل منطقة الجزاء بالراس، خطيرة لكنها بعد ذلك إلى ضربة مرمى. بدأ أنها تسلل، اللقطة الماضية بدأ أنها تسلل على هجوم ألافيس. على أي حال كرة ضاعت وفي الأخير إلى ضربة مرمى. رأسية جاءت من أخرى لتوني، يبحث عن حل عودة من جانب ألافيس، سيطر على اللعب الآن يبحث عنها ريال مدريد لامتصاص الحماس. هذه لمسة جميلة خطيرة داخل منطقة الجزاء، دانيلو يلعبها لرونالدو، صدمت في الدفاع
ضاعت اللقطة الأخيرة خطيرة جدا. سعادة إسكو، شوفها إسكو، الله على إسكو، ولمسة لجاريث بيل، عرضية داخل منطقة التساهل وبعدها الدفاع، وبعد ذلك مرت بسلام. بالنسبة لي مباريات لن تكون سهلة، الصراع سيكون كبير بين العملاقين. كريم بنزيما يحاول كريم على حدود منطقة التساهل، كريستيانو يلعب كرة ولكنها بعد ذلك ضاعت من رونالدو. الكرة التي لا تريد الدخول، الكرة التي لا تطيع كريستيانو، الكرة التي تحاول دائما أو كانت دائما مع كريستيانو. بنزيما يترك مكانه في العشر دقائق التسع دقائق الأخيرة على نهاية المباراة. بنزيما يخرج لوكاس فاسكيز بين توني يلعبها لكارفاخال، تحرك في الجبهة اليمنى لرونالدو، كريستيانو، لوكاس فاسكيز يلتو مع رونالدو بأقرب لكارفاخال، خطيرة لريال مدريد، كارفاخال عرضية باتجاه بيل وفي القائم. لقطة في منتهى الخطورة، شوفها من كارفاخال، وين جاريث بيل وصل في الوقت المناسب ولكنها في المشروع مرتدة لجاريث. توني كروس لمسة على الجبهة اليمنى، لوكاس فاسكيز لمصلحة مدريد، 4 مقابل 5، تحرك بجانب إسكو، يلعبها رونالدو لإسكو، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا كبير يا كبير يا كبير يا إسكو، يا سحرك، يا مهارتك، يا روعة أدائك، يا روعة أقدامك. زيدان الصغير أو نقول إسكو الكبير يسجل هدف الفوز لريال مدريد بعد تمريرة رائعة بجانب رونالدو. يا له من تحرك، ويا لها من لمسة، ويا له من إسكو، يا لها من لمسة ويا له من إسكو. شوف التحرك الجميل، شوف النهاية الرائعة في زاوية قاتلة لحارس المرمى. هذه الكرات، هذه الأهداف لا يسجلها إلا الكبار، لا يسجل بهذه الطريقة إلا الكبار القادرين على صناعة الفارق في أوقات صعبة في الأزمات. إسكو بلمسة ساحرة، كل سحر كله إسكو بهدف جميل، شيء من إسكو يكفي. هدف رائع لريال مدريد، هدف ثاني لريال مدريد، هدف الفوز. الانتصار، جماهير تترقب، واحدة من بيل أم من كريستيانو لتأكيد الانتصار، لمواصلة المشوار في الليغا. محاولة خطيرة لريال مدريد، جاريث بيل يلعبها وبالراس، والثالث للميرينجي. ميرينجي جميل، وضربة رائعة لجاريث بيل، وأجمل نهاية لناتشو، أجمل نهاية لناتشو. انتهى كل شيء في هذه المباراة، انتهى كل شيء في هذه المباراة. وصل ريال مدريد في الوقت المناسب، وصل ناتشو للتسجيل لتأكيد فوز ريال مدريد بعد ضربة ثابتة رائعة لجاريث بيل، عادت من العارضة وكان ناتشو في المكان المناسب ليستقبلها برأسه، ليضعها في الشباك ليؤكد الانتصار. ضاعت من ديفرسون، 1-1 قريبة جدا من ألافيس. الكرة بعد ذلك اختارت ريال مدريد، اللي كان يستحق من الشوط الأول تسجيل أكثر من هدف، في الثاني ألافيس كان يستحق أن يسجل هدف. بين إضاعة تلك الفرص لألافيس عاد ريال مدريد. هذه مشكلتكم، أنكم لم تستغلوا الفرص أمام ريال مدريد. هذا الهدف يسجل ناتشو يؤكد انتصار فريقه في هذه المباراة، لكن بالتأكيد مباراة يستحقون عليها الكثير من التحية. الإعجاب على الأداء الكبير بالراس، لكنها بعيدة، عادت بمحاذاة القائم، خطيرة جدا كانت لألافيس، فرصة ولكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى كاسيا. راسية رودريغو إليب عدت كلام كاسيا، وإما أن يسمحوا لريال مدريد أن يلعب ب 12 لاعب. إسكو لا يمكن أن يبقى احتياطيا. انتهى كل شيء في هذه المباراة، يتفوق ريال مدريد على ألافيس ب3 أهداف مقابل لا شيء. انتهى كل شيء في هذه المباراة، وبالتأكيد التي قدم فيها ألافيس
أداء رائعا، ولكن في نهاية الأمر